يا الخوت، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وفي افضل الاحوال ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا المغرب مؤخرا في هذه اليومين الاخيره وخاصه يوم السبت، نركزوا على يوم السبت، عرفوا واحد التساقطات مطريه غزيره وبالعديد من المدن المملكه المغربيه. كاين اللي مشاو فيها ناس داهم ويدان وغرقوا ومشاو ما صابوهمش لحد الان، راهم باقيين يقلبوا عليهم ما صابوهمش. كاين اللي مشاو للبحاير، كاين اللي ضاع في الارض ديالو، يعني بدا بقاو داك الشتاء والله يطب بينا. ولكن واش هذا الشيء في نظركم حاله طبيعيه؟ بطبيعة الحال ماشي حالة طبيعية. واش عارفين علاش هادشي واقع؟ بطبيعة الحال أغلبية الناس ما عارفاش علاش هادشي واقع. واش هادشي في نفس الوقت اللي وقع عنده علاقة بالاستمطار الصناعي اللي بداه المغرب سنة 1984 في العهد الحسن الثاني إلى يومنا هذا؟ ولا ما عارفينش حتى شنو هو تقنية الاستمطار الصناعي ولا ما يصطلح عليه بتلقيح السحب؟ دونك اللي ما عرفش هاد المعلومات هادي كاملين غادي تصيبوها في هاد الفيديو هذا، غادي نتطرقوا اننا نشرحوا علاش وصلنا لهاد التساقطات في هاد العصر هذا. يعني هذا يلاه شهر 8 وكتشوف العديد من التساقطات، الناس غرقت ويدان ديال بصح، وحنا يلاه في شهر 8 مع العلم ان هاد الشتا ما كطيحش حتى في شهر واحد. واش هذه حالة طبيعية ولا ماشي حالة طبيعية؟ غنجاوبوا على هاد الأسئلة في هاد الفيديو هذا. ومرحبا بكم، ما نساوش بارطاج واشتراك، ومرحبا بكم في قناة الوزان. طبيعية الشتا كتصب فعل تبخر المياه وتكتفها وتحولها من غاز الى ماء. في الحالة اللي ما كتكملش فيها هذه العملية كيلجؤوا الدول لتلقيح السحب باش تسرع عملية هطول الامطار فوق مناطق جغرافية محددة. هذه التقنية ممكن تتم بعدة طرق، ولكن الطريقة اللي كتستعمل اكثر هي كالتالي: يتم حقن السحب الركامية بمادة يوديد الفضة ودل الجاف وبعض الاملاح الاخرى باش تزيد الكثافه ديال هاد السحب وتحول قطرات الماء الموجوده بداخلها الى بلورات ثلجيه ثقيله اللي بفعل ارتفاع درجه الحراره كتحول الامطار قبل ما تنزل الارض. التلقيح كيكون اما من الجو او من الارض. في حاله الحقل الجوي كيتم استخدام الطائرات او الصواريخ، اما في حاله الحقل الارضي كيتم استخدام مضادات طائرات من اجل اطلاق قذائف محمله بملح الفضه، او استخدام مولدات ارضيه من اجل توليد كميات من بخار الماء المشبع بيوديد الفضه. بالفعل عمليه تلقيح السحب كتساهم في تخفيف من انعكاسات قله الامطار، ولكن المواد الكيميائيه المستخدمه فيها كتقدر تاثر سلبا على صحه الانسان والحيوان والبيئه. حوالي 40 دوله في العالم كتطبق عمليه الاستمطار الصناعي، وبدات بعض الدول العربيه في اللجوء لهذه التقنيه مثل السعوديه والامارات وعمان والاردن والمغرب. ايوا الخوت، تحياتي لكم ولاي واحد وصل لهنا لنهايه الفيديو. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا وعرفتوا شنو هي القضيه ديال تلقيح السحب ولا ما يستطرح عليه بالقضيه الاستمطار الصناعي. وخليو لي كومونتير كي جاكم هذا الشيء، واش موضوع يستاهل بنادم يهضر فيه ولا لا. وشكرا لكم.